معاك كام دلوقتي؟ ولا مليم؟ كفايه قوي شقلبوا حياتك ومستقبلك لو ركزت معايا دقيقه واحده. هقولك على 5 كتب هتفرمل لك دماغك، بس هتخليك تبدا شركتك وانت معكش 3 مليم. جاهز نبدا؟ رقم 1 ذا لين ستارت اب. مش محتاج تبني مشروع كامل علشان تنجح، ابدا بنسخه بسيطه، شوف الام في بي رد فعل الناس وعدل بسرعه، اشتغل بذكاء مش بميزانيه ضخمه. رقم 2 0 to 1. بيتر ثيل بيسالك هتكرر اللي الناس بتعمله ولا هتعمل حاجه جديده الناس محتاجاها؟ الفرق بين التقليد والابتكار هو اللي بيحدد مصير مشروعك. 3 ستارت وذ واي. العملاء مش بيشتروا المنتج بس هم بيشتروا الحكايه اللي وراه. لو عندك سبب قوي لوجود فكرتك هتلاقي ناس بتحبك وبتدافع عنك في السوق. الكتاب رقم 4 ذا $100 ستارت اب. الفلوس مش عائق. الكتاب ده فيه قصص حقيقيه عن ناس بدات مشاريع ناجحه باقل من $100. الفكره الصح والتنفيذ المرن ممكن يعوضوا غياب راس المال الكبير. الكتاب رقم 5 كومباني اوف 1. النجاح مش دايما في التوسع. بول جارفيس بيقول لك انك مش دايما محتاج تكبر مشروعك، ممكن تفضل صغير ومرن وتفضل ناجح من غير ما تستهلك نفسك. ابني مشروع يدعم حياتك مش ياكلها. الخلاصه انت مش محتاج شهاده كبيره ولا ميزانيه ضخمه، انت محتاج عقل بيحب يتعلم وياخد خطوات جريئه. لو عايز اعمل لك سلسله فيديوهات نشرح فيها كل كتاب في دقائق مركزه اكتب في التعليقات. ابدا دلوقتي وما تنساش تعمل متابعه لان اللي جاي فيه ادوات اعمق وخبرات اتقل.